الاعتراف بالفائدة العظمى، الفائدة الأولى. وهنالك إذن اعتراف بأن احتضان كأس العالم يعتبر معيارا هاما جدا. وهنالك من قدم أو كان هنالك انسحاب للجميع البلدان الخاصة ب 2025 لتمكين المغرب والبلدان الإفريقية التي تقدم طلب استضافة كأس العالم 2030 أن تتمكن من التحضير. وبالتالي فكان هنالك تجاذب، كان هنالك نقاش حول هذه المسألة. وبالتالي فإن كأس إفريقيا 2025 ستقام في المغرب، فلنصفق للبلد المستضيف. أدعو المغرب تفضلوا بالانضمام إلينا على المنصة لأخذ الصورة جماعية لو سمحتوا. هذه الصورة جماعية. السادة المصورين.